مرحبا. سأكون في إجازة إجبارية لمدة 30 يوما وسأغيب عنكم، ليس من خاطري لأنني سأكون مكبلا بالأصفاد. أخبرني ماذا لديكم؟ ماذا أعددتم لرمضان؟ أما زلتم على العهد الذي بيننا في أن نجعل الأمة الإسلامية غافلة خاسرة في شهر رمضان؟ نعم نعم، نحن على العهد الذي بيننا بل أشد. ماذا أعددتم؟ مسلسلات، فوازير، أغاني ستنال إعجابك. نعم أحسنتم، لدي فكرة، فقد شاركتكم بالإعداد لها جميعا، لكن خشيت أن تغير رأيك وتضع بعض المسلسلات التاريخية أو الدينية أو سيرة ذاتية لأحد الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو تاريخ الفتوحات الإسلامية أو تاريخ الإسلام. لا تخف، جميع المسلسلات إما سير ذاتية لراقصات أو مطربات أو أي شيء يغيب الأمة، وجميع البرامج مسابقات أو فوازير لمواضيع ليس لها أهمية. أما الأغاني فقد حضرت أغاني مع فيديو كليبات مليئة بما يضل شبابهم وشيابهم. أريدهم غارقين في الغفلة، وسأعطيك مثالا. شاهد هذه الأسرة، فهي إحدى العينات الجيدة. هؤلاء في منازلهم، الأسر في منازلهم يكون هذا حالهم، ولكن هناك عينات أخرى كالذين في الفنادق والمقاهي، أريدهم غافلون غافلون. اذهب يا سيدي في إجازتك وأنت مطمئن البال، ولا يكون عندك أي فكر أو هم. طمنت بالي الآن، أنا مرتاح. الآن أستطيع أن أخرج للإجازة الإجبارية وأنا مرتاح البال، فهي إجازتي السنوية. ولكن شاهد هذه اللقطة والعين التي سأريك إياها، شاهدها وشاهد كيف جعلتهم يلهثون ويتفانون في إضاعة وقتهم. إنهم قبلوا دعوتي بالمجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.